اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الخير وصباح السعاده وصباح الهنا على عينيكم. الاخت الكريمه اللي بعتت لي في الكومنت عايزه تورتايه او عايزه تعمل الكيكه بتاعه التورته من غير محسن جل. والله سامحيني، الفيديو ده كنت مجهزاه من قبل ما انت تبعتي لي الكومنت. الفيديو اللي جاي باذن الله هنزل لك التورتايه من غير محسن جل خالص. تعالوا بقى نشوف. انا هعمل النهارده صينيه 30 في 25. هعملها نصين، نص فانيليا ونص شوكولاته. اول نص هنا ده الفانيليا، حطيت كوبايه وربع دقيق، معلقتين نشا، معلقه صغيره بيكنج باودر، اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص كوبايه سكر، هحط فانيليا، هحط 3 بيضات، هحط معلقه خل كبيره، هحط ايه تاني، معلقه محسن جل برضو اهي، معلقه الاكل معلقه كبيره اهي كده. انتوا معايا في المقادير. وهحط نص كوبايه ميه متلجه. كده مقاديرنا خلصت. بصوا انا حاطه تلج في الميه اهي، بصوا. هحط بس نص كوبايه كده متلجه، هديله بس اضربه كده بالكف، واحطه ايه يتضرب 5 6 دقايق كده لحد ما ايه ما يتضاعف بقى ايه حجمه مرتين او 3 اكتر من حجمه ده. كده انتوا معايا. احنا كده عملنا نص اللي بالفانيليا. انا النهارده زي ما قلت لكم هعملها كده نصين. اللهم صل على سيدنا محمد. ادي الصينيه اهي مبطناها طبعا، وحط لها ورق خبز. وادي الخليط معايا خلص اهو. هنزل بقى هنا في نص كده في نص الصينيه، وهنزل بالمقدار اهو، وهبدأ كده اسويه. طبعا تورتايه ما شاء الله، تورته النهارده انا مدلعاها اخر دلع. يعني كلمه اخر دلع دي هتشوفوا دلوقتي انا ايه دلعتها ازاي. هنا نزلت طبعا بالنص، طبعا سويته خالص اهو وظبطته، ما سبتش حاجه في الاسباتولا ولا بسيب حاجه. انا ما بسيبش حاجه لا في الاسباتولا ولا في البوله بصراحه، يعني لان كل دي مقادير ومحسوبه عليكي اهو. بصي خلاص هنا كده اهو. تعالوا بقى نعمل المقدار التاني. المقدار التاني زي الاولاني بالظبط، اللي هو كوبايه وربع اهو دقيق. خليكي معايا، كوبايه وادي ربع، وانا ما شلتش هنا معلقه دقيق، خلي بالك. فايه انتبهي بس كده معايا عشان هنقول ايه المقادير هي صح. كوبايه وربع دقيق، نص كوبايه سكر اهي، ادي معلقتين نشا معايا، معلقه صغيره بيكنج باودر. هنا بقى ايه الزياده اللي هحطها؟ معلقه الكاكاو. طبعا انا كنت حاطه 3 بيضات، هحط بقى ايه هنا بقى المعلقه دي، لاني ما شلتش معلقه دقيق وحطيت مكانها معلقه كاكاو. فانا هعمل ايه؟ هزود بيضايه اهي. فهنا هحط 4 بيضات، هنا كان حاطه 3، هنا هحط 4. بس عامه الصينيه دي لو هتعمليها حتى كلها شوكولاته تحطي 7 بيضات. حطيت معلقه خل كبيره، وحطيت معلقه محسن جل برضو اهي كبيره، واللهم صل على سيدنا محمد. وادي نص كوبايه ميه متلجه اهو حطيته. اديها بقى ايه كمان ظرف فانيليا، واقلبها بقى كده بالكف ده كده عشان بتعمل لي هب. ولما باجي اشغلها على طول في العجان، لان البوله دي ملهاش غطا، يعني العجان ملوش غطا، بيحجز الهبو اللي بيطلع. المهم ضربتها كويس اهي. الفرن شغال على درجة 170 درجة. 170 درجة يا جماعة، انتبهوا لدرجات الحرارة. 170 درجة. طبعا شغال من قبليها بحوالي ربع ساعة عشان الفرن يبقى سخن جدا. طبعا انا هنا غلطت غلطة هقول لكم عليها واحنا شغالين، يعني بس هي سبحان الله مش بايدي خالص يعني. بس نحمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى عدها كده على خير، والصينيه طلعت فعلا يعني كويسه. بصوا طالعه عامله ازاي. الصينيه دي المفروض على المقادير اللي انا عاملاها دي تطلع معايا 4 طبقات حلوين. هنا الصينيه طلعت معايا 3 طبقات. ليه بقى؟ هقول لكم. وانا كنت بعمل اكل وكانت الصينيه في الفرن، فانا بمسح البوتاجاز فايدي جت على مفتاح الفرن راح مقفول. تخيلوا بقى متقفل مفتاح الفرن، والصينيه ما شاء الله كانت قبليها ببص كده طبعا عليها ما شاء الله كانت عليت جدا جدا جدا، اللهم بارك. طبعا اول ما اتقفل الفرن فتحته انا طبعا على طول. حاولت اولع الفرن، الفرن مش عايز يتولع ابدا. الفرن من حرارة النار اللي فيه مش قابل ان هو النار كل ما اولع النار ما تطفي. قعدت بتاع 10 دقايق على كده الفرن مش عايز يتولع.
طبعا ربنا كرمني وبعد ما ولع يعني حاولت قلت هكملها باذن الله، فطلعت كده. فلكن لو هي كانت خدت النار بتاعتها مظبوطه من الاول كانت عملت معايا 4 طبقات محترمين. انا بس قلت اقول لكم على الغلطه، لان دي مش بايدي والله، يعني دي مش بايدي، قدر الله ما شاء فعل. المهم هنا جبت 3 كوبايات ميه متلجه، حطيت عليهم معلقتين 2 بس سكر، قلبتهم كويس قوي عشان عندي السكر خشن شويه. ونزلت هنا ب2.5 كوبايات كريم شانتيه، ومعلقتين كريم باستري، او باستري كريم. خلي بالك انا حطيت معلقتين 2.5 كوبايات كريم شانتيه لان انا بستعمل ريتش تحفه. ريتش من الكريمات اللي انا بعشقها في طعمها، بتدي طعم غني جدا، هو معمول اصلا كامل الدسم. هنا بقى معايا طبعا نوتيلا، معايا نوتيلا اهي، خدت منها معلقه حلوه كبيره كده محترمه. وانا بعمل الكريمه حطيت عليها معلقه كبيره نوتيلا، وحطيت عليها كمان معلقه كبيره لوتس. اللوتس انا بستعمله ده الاصلي اهو، يعني انا بستعمل اللوتس الاصلي ده على طول، مش طعمه تحفه بصراحه. التاني ما حاولت اجيبه، انا لقيته اقل في السعر، بس لما دقته انا قلت لهم دوقوني صراحه هناك وانا في محل مستلزمات الحلواني. فدقته حسيت ان انا حسيته بسكوت مضروب بس مع ايه شويه زيت وبس، طعمه ما كانش حلو خالص يعني. فالحاجه هي غالي شويه، بس بصراحه احلى يعني واطعم. طبعا ليكي تتخيلي بقى طعم الكريمه، شوف الكريمه ما شاء الله عامله ازاي، اللهم بارك. هنا طبعا انا هنا سقيت بقى كمان، قلت لكم انا هدلع التورتايه، فما سقيتش بسيرب، سقيت بلبن حليب. انا مش خايفه من اللبن لان احنا اولا الجو ساقعه جدا، فمش هيحصل حاجه باذن الله في التورته خالص خالص باذن الله. لكن احنا بنخاف من اللبن في الحر، ان الحر بيبوظ كل حاجه. عملت هنا الطبقتين اهو، وما شاء الله. ودي الطبقه الثالثه، شايفين ما شاء الله، شايفين النص مظبوط ازاي، يعني نص الشوكولاته مظبوط، نص الفانيليا مظبوط جدا. بس موضوع الفرن والحمد لله قدر الله وما شاء فعل الحمد لله. هسقي برضو هنا التورتايه. طبعا التورتايه طريه جدا، عايزه اقول لكم فعلا حرفيا طريه جدا، يعني ما شاء الله اللهم بارك. بدأت هنا كده يعني احط بقى كريم كده، وبدأت اجلس اهو واحده واحده كده مع نفسك. وظبطي الدنيا. عايزه اقولك ان التورتايه دي اتعملت والله العظيم ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك، ما خدتش ساعه معايا. طبعا غير الخبز، لما اتخبزت خبزتها وبعد كده سبتها بقى شويه كده، غطيت عليها وسبتها عشان تهدى وتمسك نفسها لازم يعني. انا كنت زعلانه جدا بسبب ان هي طبعا هبطت مني عشان خاطر البوتاجاز، فيعني الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، كله خير من عند ربنا سبحانه وتعالى. آه فاللهم صل على سيدنا محمد. انا بيني وبينكم لو كانت الطبقه الزياده دي كانت طلعت كنت هعمل بيها كبات، بس هو ربنا مش مقدر يعني. المهم ظبطت هنا التورتايه، وكمان بايه بالسكريبر المشرشر حطيتها بقى في الفريزر جري كده. خدت معلقه نوتيلا حلوه كبيره كده مليانه، وخدت كمان ايه نوتيلا شوكولاته، وخدت نوتيلا بيضه اهي. خدت برضو معلقه كبيره، شايفين ما شاء الله الحجم اللي انا واخداه. ادي نوتيلا بيضه، نوتيلا شوكولاته، وادي كمان وادي كمان لوتس. ده احنا هندلع الدنيا خالص، احنا هندلع التورتيه دلع كده من الاخر. ادي النوتيلا خلصت. هنا بقى ايه كان عندي جناش مش اقتصادي. الجناش اللي انا عاملاه بلبن بحليب، لبن حليب وشوكولاته، وبس معلقه زيت واحده عشان تلمع لي الجناش بس، فده مش اقتصادي يعني، انا عامله مدلعه التورته على الاخر ما شاء الله اللهم بارك. طبعا هنا كام حاجه طبعا اهو. هنا جبت هنا التب، وبدأت هنا بصوا اعمل دريبات كده على اعمل يا ربي روزيتات على التورتيه كده من فوق كلها. طبعا هنا هتقولي لي انت ما عملتيش دريبات ومش عارفه ايه، لا انا هقول لكم الدريبات دي بتاعه التورتيه هعملها ازاي، وهي يعني وهتبقى عامله ازاي، عشان كده كان لازم تتعمل بعد ما ايه اشتغل من التورتيه يعني في التورتيه من فوق. هنا قسمتها ل6 اهو، مش فور سيزون بقى، لا 6 سيزون ايه ده، انا مش عارفه يا جماعه. المهم انا عاوزه انام ومش قادره، ما اكدبش عليكم. هنا بقى طبعا دي اول بقى جزء حطيت فيه نوتيلا بيضه، الجزء التاني حطيت فيه نوتيلا بقى شوكولاته. طبعا متخيلين بقى ما شاء الله الطعم اللهم بارك. عشان كده خلوا بالكم انا ما زودتش السكر، عشان كريم باستري اساسا كمان مسكر، ما رضيتش ازود السكر، احط صوصات وصوصات مسكره.
كانت التورتايه هتبقى عسل، ما كنتش حد يعرف ياكلها. فانتبهي قوي لموضوع السكر. حطيت هنا لوتس يبقى انا حطيت هنا شوكولاته بيضه، حطيت شوكولاته بني، حطيت لوتس كمان. بقى الجناش اهو بتاع الشوكولاته، الجناش ده زي ما اتفقنا مش اقتصادي، الجناش ده شوكولاته ولبن ومعلقه زيت بس عشان تلمع لي بس الشكل. هنا بقى هحط بصوا صوص بقى المانجا، تحفه تحفه. انا يعني بقى بصراحه بعشق الصوص ده والله بجد بامانه يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. وهنا هعمل ايه بقى بالمعلقه كده وابدا ايه اظبطها. وهنا هعمل كراميل. هعمل هنا صوص الكراميل اهو، كمان واحده صوص كراميل. يبقى انتوا كده معايا عملنا ما شاء الله 6 اطعمه مش مكررين. يعني في ناس بتعمل 2 لوتس، 2 شوكولاته، مش عارفه ايه. لا انا مش عاملاهم مكررين، كل واحده على شكل. هنا بقى هعمل الدريبات، كل مكان هعمل فيه الدريبات بتاعته على حسب الصوص اللي فيه هو ايه. يعني انا هنا الصوص اهو جناش شوكولاته، عملت جناش شوكولاته هنا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللوتس عملت دريبات لوتس اهي. بصوا هوريها لكم اهي دلوقتي اهي. كده انتوا فهمتوني. وبالراحه كده عشان الدنيا ما تتبهدلش. وهنا بقى النوتيلا الشوكولاته، بصوا برضو نزلت بدريبات اهي زي ما انتوا كده شايفين ما شاء الله. والشوكولاته البيضه برضو نفس الحكايه. قلت لكم النهارده هندلع الدنيا اخر دلع اخر دلع. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. برضو هنا، بس هنا بقى كانت الفتحه بتاعت الكيس واسعه شويه فنزل مني. يعني بصوا اوريكم بقى هنا، بصوا يعني الكراميل نزل مني كتير، فيعني ملوش حل، مش هعرف ان انا اشيل واعمل، فهو لازم يتساب على كده. هنا عملت دريبات برضو صوص مانجا اهو ما شاء الله. ايه رايكم بقى؟ قولوا لي ايه رايكم. تحفه اللهم بارك. طب انا اسكت على كده؟ لا مش هسكت. التورت من الحاجات اللي انت ممكن تفنني فيها. فنني بقى. طبعا هجيب هنا كريم شانتيه وابدا اعمل اعمل اطار للتورتايه كده من تحت اهو زي ما انتم شايفين. فكنا بنقول ان التورته على الاخص من الحاجات اللي بتفنني فيها، انت بتطلعي الفن اللي جواكي فيها اهو. يعني هنقول مثلا الجاتوهات، لا الجاتوهات بيبقى ليها كده حاجات معينه، لكن التورتات اللي بتقعدي تطلعي كده الفن اللي جواكي بجد والله. كنت عامله ترانسفير جيتار على هيئه جيتار، حطيت هنا واحد بس هرجع احط واحد تاني اوريهولكم في الاخر. انا بحط وفي الاخر ايه بحط الحاجات وفي الاخر بشوف الدنيا فيها ايه. على نوتيلا الشوكولاته حطيت شوكولاته بيضه هي شباك. على الجناش حطيت ترانسفير برضو بس لونه ريشه، عامل زي يعني هو على شكل ريشه بس لونه ابيض. هنا طبعا انا قلت لكم، هنا بقول لكم انا بستعمل اللوتس الاصلي حتى، يعني بوريكم الكيس. انا بستعمل اللوتس الاصلي عشان طعمه الصراحه ما اكدبش عليكم. خدت واحده كده حطيتها على مكان اللوتس. واللهم صل على سيدنا محمد. وعملت بقى ايه؟ وعملت روزتات مربى حليب على اللهم صل على سيدنا محمد على الكراميل. كانت تحفه تحفه بجد. هنا كتبت ايه اختصار بقى هابي داي. كتبت الاتش والبي والدي عشان طبعا المكان هنا في على الشوكولاته البيضاء اهي، بصوا زي ما انتم شايفين. وكتبت هنا اسم البنوته، وهعمل تحت كده قلب كده وايه وسنها باذن الله اهي. قولوا لي بقى كده ايه رايكم. انا ايه يعني دلعتها اخر الدلع ما شاء الله. ما خدتش، عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، ما خدتش معايا ساعه شغل والله العظيم. بسم الله ما شاء الله. قولوا لي ايه رايكم. طبعا لو وصلتي لحد دلوقتي لحد هنا وحطيتش لايك حطي لايك. واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان اي جديد انزله على طول يجيلك اشعار بيه. وهنا عندي كريسبي فضي. قلت لا لمعي بقى التورتايه، يعني خليها بتضوي كده، يعني ايه الكريسبي الفضي بيخلي التورته تضوي. فانا ايه قلت لا هخليها تضوي كده شويه، فبدات ايه اوزع كده شويه كريسبي. قولوا لي ايه رايكم. ما شاء الله التورتيه دي ما شاء الله حجمها كبير جدا، يعني حجمها حلو فعلا يعني اللهم بارك. ان شاء الله اشوفكم على خير وسعاده وسلامه في فيديو جديد باذن الله. الفيديو اللي جاي للاخت اللي قالت لي على التورته. اشوفكم على خير وسعاده وسلامه. باي باي مع السلامه.